البنات ديالي كي دايرين بخير هانيين. اليوم غنقدم لكم بيتزا كتجي رائعه بزاف ايطاليه بطريقه مختلفه وجديده. عندنا هنايا نصف لتر ديال الحليب، كنديروا منه 2 كيسان ديال العنبه، نص كاس خلط زيت الروميه مع زيت البلديه ديال العنبه اوسي، هنا شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، بيضه، خميره، 100 غرام ديال الفينو، 150 غرام ديال الطحين فورس. ونسيت ما حطيتش هنايا مليكم خماره ديال الحلويات حتى هي غنضيفها، بقاو معايا. وهنايا انا مشيت جبت خميره الحلويات اللي نسيت شفتوها. هانتوما البنات كناخدو اناء كنصبو فيه 2 كيسان كبار ديال العنبه، حيت هادو عندي شويه ناقصين على كاس ديال العنبه. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب هنايا، غادي نزيد خميره، نزيد شويه الملحه، ندير خميره معلقه كبيره ديال الخميره، وغادي نضيف خميره الحلويات. هانتوما البنات كي كتشوفوا زدت خميره الحلويات، هي بدات كتفاعل ليا، كنخلط كلشي مزيان بهذا الشكل هكا. كنزيد عليه 100 غرام ديال الفينو تدريجي، نضيف عليه شويه ديال الزعتر، دابا نخلي الخليط ديالي تيتفاعل ويذوب الحجم ديالو، تخمر ليا الخميره مزيان. عاد غادي نزيد عليها الفورس، خليكم معايا. قلت لكم عاد غنزيد ليها الفورس وباقي المكونات. هانتوما ملي يتفاعل الخليط ديالي غادي نوريكم الطريقه. هانتوما البنات انا غطيت الخليط ديالي بابي هذا نخليه يتفاعل، ودابا غندوزو للطريقه الثانيه، طريقه الحشوه، كيفاش غادي نعمر البيتزا ديالي. خليكم معايا. هانتوما البنات هنايا ربعه ديال الدجاج كفته، اللي عندكم في الدار يا لحم يا كفته ديال الدجاج. انا عندي متوفر عندي كفته ديال الدجاج درتها. هنايا عندك فلفله مقطعه، 2 جريوز ديال البصله، هنايا الزيتون كحل مقطع، هنايا معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره خرقوم، معلقه بزار، معلقه هريسه، هنا فرماج حمار كان عندي في الفريغو داكشي كيبان لكم على داك الشكل، هنا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. هما البنات درت هنايا البصله، الفلفله تشحر، الملحه، غنخليهم يتشحروا. ما درتش الزيت دابا حتى تشرب الماء ديالها، عاد من بعد غندير شويه ديال الزيت باش يتشحر لنا مزيان. خليكم معايا البنات. البنات انا درت مقله باخره درت فيها حتى شويه ديال الملحه، كنت ما نقولش لكم الملحه، غادي نرمي عناصر كامله عندي هانتوما، وغنخلي كلشي يتشحر. البنات ها هي البصله ديالي كتحمر، شفتوها تعطينا داك اللون ذهبي. عاد غادي نحيدها. هنا عندي لاصوص ديالي مع كنصاوبه كنديرها في الفريغو، هي مكونجوليه، غادي نضيف ليها. هانتوما خليكم معايا غادي نوريكم. غادي نضيف ليها معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الزعتر، شويه ديال السكر باش ما تجيناش لاصوص ديالنا حامضه، فهمتوا. وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه.
هاد وجد لاصوص ديالي وغادي نوريكم كي غادي تكون. من بعد ما صاوبت الخليط ديالي غنخلط الكفته مع البصله، تنبغي نشحر كل حاجه بوحدها باش شي ما يفوتش شي في الطياب كيف كنقولوا. هنايا لاصوص الطوماط ديالي كيلي وجدت شتي كي كتجي هكذا. هنايا حكيت الفرماج شفتوا. دابا ندوزو لطريقه التحضير ديالها. هنايا ضعف الخليط ديالي ها هو شتي، عاد غادي نزيد عليه الطحين. تكون عندي عجين هنا ما كتحتاج لا دلك لا حتى شي حاجه، غير كنجمع العجينه وصافي. كنضيف الزيت ديالي وغادي نزيد بيضه. شتي كي كتشوفوا ها هي زدت هنايا بيضه، وغادي حيت كنضيف طحين نضيفوه تدريجيا ما ديروش كامل دقه واحده. دابا غنجمع الخليط ديالي غنجمعو بيدي هانتوما معايا. هانتوما البنات شوفوا من بعد ما جمعت الخليط ديالي كي داير هذا الشكل هكا. ما دلكتو ما حتى شي حاجه، جمعتو بالطحين وصافي. راه كتشوفوا راه باقي واحد شويه الطحين في الجناب. وبليطو اللي بغيت نقول لكم نسيت ما قلتش لكم، درت واحد المعلقه سنيده زدتها، نسيت ما وريتهاش لكم في الوصفات في الاول ديال الفيديو. وسي زدت شويه ديال الطحين لانني كيف شفتوا معايا قبيله زدت الحليب، داكشي اللي خلاها احتاجت ليا الطحين اكثر من داكشي اللي قلت لكم. المهم ما كنخليوهاش شتي كي كتجي ما كتجيش شتي ما كتجيش قاصحه تجي رطبه. غنخليها تزيد ترتاح واحد 10 دقائق وغادي نوريكم. هنايا من بعد ما قطعناها ناخذ الخبيزات ديالنا اللي قطعنا العجين اللي وجدنا قبيله. على شكل دائري ونرقوها واحد شي شويه. في الاول ما نديروش الفينو بزاف، غير واحد شويه باش ما تلصقش لنا وصافي. نديرو لاصوص الطوماط ديالنا بهذا الشكل. ندير شويه الفرماج، ندير الخليط اللي درنا قبيله، ندير شويه الزيتون، عاد نضيف واحد شويه ديال الفرماج، نديرو بهذا الشكل هكا.
كتجي رائعه في المنظر. غنعاود ندير لكم وحده اخرى باش تشوفوا مزيان. بس على هذا الشكل. نوريكم الطريقه ولا دوزيام فوا باش تتابعوا معايا. هكا كنلصق جناب مزيان بهذا الشكل. هكا نعاود نحط صبعينه نديرها هكا، نعاود نحط صبعينه نديرها بحال هكا، نعاود نحط الصبع ديالي هنا هكا، عاد هكا. هانتوما شفتو كي كتجي هي الطاوه ديالنا. دابا غندخلها للفران ونعاود ندير لها نص طيبه ونعاود نخرجها وغندهنها بالبيض وشويه الحليب. انا غنوريكم كيفاش غندير ليها. خليكم معايا. سخنت في الفران على درجه حراره 180 درجه ودابا غندخلو. المهم غندير لها نص طيبه البنات، مطيبوهاش مره. هنا من بعد ما خرجناها درنا ليها نص طيبه شتي، نديرو ليها دهنوها بالصفر ديال البيض وشويه ديال الحليب. بعد ما دهنتهم كاملين بالصفر ديال البيض غنزينهم. زيناها شويه ديال الزنجلان، شويه ديال السانوج، هادشي كي كتجي رائعه في المنظر. غادي نعاود نردها دابا للفران. البنات شتي الشكل النهائي ديالها كي كتجي واعره بزاف. شوف كي كتجي خطيره خطيره خطيره.